السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة العامرية من جريدة نسر العروبة وتغطية خاصة، واللقاء الثاني مع التلميذة جنى هاني. اتفضلي يا جنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في اللقاء التاني زي ما وعدتكم. احنا هنعمل بارت 2. دلوقتي بقى انا اول حاجة احنا المرة اللي فاتت بدأنا في الرسم، يعني وريتكم الرسومات اللي انا بعرف ارسمها. دلوقتي بقى اوريكم يعني موهبتي في الشعر. انا بحب جدا الاشعار، وماما شجعتني جدا على الشعر، هي وبابا وخالته كلهم شجعوني على الشعر. خالته مين؟ خالته عايدة ومامتي، هما اكتر اتنين شجعوني على الشعر. يعني خالته قبل كده جابت لي شعر، وماما على طول بتشجعني ان انا بتشجعني على الشعر دايما. يعني ربنا يخليها لك. جبت لها هديه في عيد الام؟ هو انا بحضر لها الهديه، لسه ما جبتلهاش يعني، بس انا بحضر لها الهديه كويسه. ربنا يخليها لك يا رب. قول لها كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا ماما، عقبال 100 سنه، وكل سنه وانت طيبه بمناسبه رمضان كريم عليكي. وبابا عشان ما يزعلش. كل سنه وانت طيب يا بابا، بحبك جدا جدا جدا. واخواتك كل سنه وانتم طيبين يا اخواتي، بحبكم جدا. كملي. دلوقتي بقى انا هبدا معاكم بالشعر. المره اللي فاتت احنا بدانا بالرسم ووريتكم رسوماتي، بس انا نسيت اوريكم رسمه كانت موجوده انا اللي رسمها، وبصراحه دي من افضل رسوماتي في الانمي. تعالوا اوريها لكم. الرسمه دي انا رسمتها، ده من انمي كوراكس اون باسكت بول. ده بصراحه انمي حلو جدا، يعني انصح الناس اللي بتحب الرياضه والغموض تتابعه، يعني هو بصراحه انمي حلو قوي. بس الرسمه دي انا استغرقت فيها اسبوع، لان في تفاصيل فيها والالوان فيها كانت صعبه قوي ان انا الونها، فيعني استغرقت فيها كتير. كم قلم؟ هو هنا لونت بيها الاقلام الرصاص كم قلم؟ هو انا مش ملونه هنا بالقلم الرصاص غير الرسم بس، وبعد كده حددت ومسحت اصلا القلم الرصاص، عشان القلم الرصاص بيدمج مع الالوان فبيدي لون رمادي كده مش كويس. كانت تبع مس ولاء ولا مس؟ لا ولا دي انا بحب ارسم، يعني انا بحب في الاجازه اجيب رسومات من على النت وارسمها. ده انمي كوراكس اون باسكت بول. فكره سريعه. هو ده بيتكلم عن رياضه. هو الولد ده هي في مدربه عنده ما بتعرف يعني ان هي تعرف ان هي تعرف اللي هم قوات الضعف بتاعته وقوات القوه، لكن هي لما جت شافته ما لقتش فيه قوات ضعف ولا قوات قوه، بس الولد ده طلع عنده قوه خفيه ان هو بيعرف ياخد الكوره من غير اي حد ما يعني يشوفه، يعني عامل زي الشبح كده. هو لقبه اصلا الشبح. هو كاني كوراكس اون باسكت بول ده بيتكلم عن كره السله. مين مثلك الاعلى يا جنى؟ مثلي الاعلى ماما طبعا، ومستر عمرو وبابا وخالاتي وتيتا. تمام كملي. بس وهنا بقى دلوقتي كده هو دي الرسمه بس الوحيده اللي انا ما وريتها لكمش. دلوقتي بقى هنبدا مع بعض في الشعر. تمام اتفضلي. هقول لكم شعر عن مناسبه عيد الام. في المدرسه كان في برضو كان في حفله، فقالوا لي ان انا اقوله، بصراحه عجبهم جدا، فانا هقوله لكم وقولوا لي رايكم في الكومنتس. ان شاء الله. جميله اتفضلي. انا قطعه من جسدها ونبض من فؤادها، أنا لا أكون لولاها، والله ولا أنعم بالحياة بلاها. أنا سر وجودي كيانها، وتوفيقي يكون بدعائها. هي هبة من الرحمن، وتحت قدميها الجنان. أمي يا بسمة زهري وفرحة عيني، يا باقة زهري وقصيدة شعري. يا أمي كم عانيتي، كم شقيتي، كم تألمتي وكم ضحيتي. لا أعرف كيف أوافيك وبأي عبارات أهاديك. أركع لك حبا وأقبل يديك عشقا. أطلب رضاك دوما وأصلي لأجلك عمرا. سامحيني يا نبع الحنان، فأنا عاجزة عن الكلام. برافو يا جنى برافو. طب ماما بقى، بمناسبة ماما كده بتقعد تقولك ذاكري اعملي سوي. هي ماما طبعا لازم تقولي كده، لانها من غير يعني ما تقولي كده انا بصراحه ما كنتش هفتح كتاب. يعني هي ماما مثلا، انا في الاول ماما ما بتسحبش مني الموبايل في الدراسه، فكده ده كان بيأثر على مستواي، لكن انا بدأت بالحاجه دي وقلت لماما انت كل دراسه لازم تسحبي مني الموبايل، فبدأت ان هي بقى تاخد مني الموبايل وتقول لي لازم تدهوني عشان تعرفي ان انت تذاكري. يعني انت كده بتقولي لكل الطلبه لكل الامهات والابهات اسحبوا الموبايل من ابنك، وكمان الابناء لازم يعني الولاد او البنات او يعني العيال، يعني عيالهم يعني
يعني ما يزعلوش ان هو مامتهم وباباهم بيسحبوا منهم موبايل. يعني انا كنت بفتكر ان ماما ما بتحبنيش عشان كده بتسحب مني الموبايل، لكن طلعت ما فعلا بتحبكيش كلمه كبيره قوي. عشان انا كنت لسه صغيره فما بفهمش. بس بعد كده ايه، انا عرفت ان ماما اللي كانت بتاخد مني الموبايل عشان انا اعرف اذاكر في اركز في الدراسه بتاعتي، يعني ده عشان ماما سحبت مني الموبايل السنه دي، فانا طلعت من الاوائل وحققت حلمي. بس ان شاء الله السنه الجايه هطلع مركز اعلى من ده ان شاء الله كده تسحبوا مني خالص ان شاء الله. بس في الاجازه لا طبعا، في الاجازه انا بحاول اعمل حاجات مفيده عليه، بس بصراحه يعني الانمي بياخد. طب الاجازه هتعمل فيها ايه؟ الاجازه هحاول ان خططتي، عملتي خطه؟ لا هو انا يعني انا لما باجي اعمل خطه لحاجه بتبوظ ما بتعملش، لكن لما بمشيها بركات وكده بتمشي. بركاته. طب فكرتي هتعملي ايه في الاجازه؟ طبعا فكرت هتعلم العزف على البيانو، لاني انا عندي الموهبه، يعني بعرف اعزف نشيد خلاص وطني. هنصور معاكي ساعتها ان شاء الله. تمام. بعرف اعزف على البيانو. وعايزه اكمل كورس الرسم اللي انا بداته مع مس الاء. بصراحه بشكرها جدا، بشكرها جدا على كل اللي عملته معايا. وماما طبعا بشكرها ان هي شجعتني على كل الرسومات اللي انا سبتها هي. يعني في الاول كنت هبطل الكورس لاني انا شفتهم بيخلونا نرسم بس مثلثات ومربعات بس، لكن ماما قالت لي كملي وهتلاقي نفسك اتحسنتي جدا في الرسم. فبشكر الاثنين دول شكرا جدا يعني. طب نكمل، هتورينا حاجات تانية؟ هو انا دلوقتي انا يعني زي ما المره اللي فاتت كلمتكم عن انمي قاتل الشياطين، ده من الانميات بصراحه اللي انصحكم تتابعوه لانه بيعلم حاجات كتير جدا. انا طبعا بقى الفت عنه مانجا، يعني هما قالوا ان الجزء الثالث من الانمي هينزل بعد مده طويله، بس فانا قلت ان انا اعمل عليه تاليف. يعني انا اتشاركت مع بعض من اصدقائي، يعني هم ساعدوني بس انا كملت. يعني هم ساعدوني، يعني فايده صاحبتي بشكرها جدا ان هي ساعدتني في الاول، يعني وقفت جنبي وساعدتني في التاليف. بس بعد كده هي ما كانتش فاضيه فانا كملت لوحدي. وجانا هلال كانت برضو بتساعدني في التاليف، فشكرا برضو ليها. طيب ممكن تدينا فكره عن القصه؟ هو انا قلت لكم المره اللي فاتت ان تانجرو ده هو ولد ليه اسره كبيره، باباه مات بس هما العيله فضلت. هو كان نازل يجيب فحم، يشتري فحم الاخوات، لا مش يشتري فحم، يبيع فحم. بس هو يبيع فحم، بس هو يعني هو راجل شافه وقال له لازم تقعد هنا عشان ما يعني ما اللي هو ما في شياطين في الوقت ده بالليل، بيبقى في شياطين في الوقت ده بالليل، وبيبقى في شياطين في الوقت ده بالليل فممكن ياكلوه. فهو قال له لا تعالى بيت معايا اليوم هنا. فراحوا تانجرو بيت معايا. طلع تانجرو الصبح راح لعيلته لقاهم كلهم غرقانين في دمائهم. يعني كان بصراحه مشهد دموي جامد جدا. يعني انا بصراحه اتاثرت وعيطت ساعتها في الوقت ده. يعني انت الفتي القصه وعيطتي عليها؟ لا هو انا مش انا اللي مؤلفه القصه دي، القصه الحقيقيه. تمام. ايه انا انت القصه اللي انا طب كملي لي تاليفك انت. تأليفي انا بقى بدأت من اول. هو انا كنت عايزه الف عن موزن اللي هو اللي هو رئيس الشياطين، بس في حد يعني بس مش عايزه اذكر اسمه يعني حد ساعدني وقال لي لا ابدأي من اللي هو من اول حشره الحشره، ابدأي من اول حشره الحشره هتبقى احسن يعني. بس فانا رحت بدأت منها والفت. يعني بصراحه قصه حلوه قوي وكل اللي اسمها عايزه بارت 2 منها. طيب هتتكلم ياباني ولا هتغني ياباني؟ هو انا مش عارفه اغني ياباني قوي، بس يعني ممكن اتكلم ياباني عادي. اتفضل. اقول ايه يعني؟ حضرتك قولي لي كلمه بالعربي وانا. تمام يا جنى، عرفي نفسك بالياباني. واتاشي اوناماي وجانا ديس. لا قولي بقى هلو الاول. لا قولي يعني السلام عليكم او ازيكم او شكرا كده يعني. ماشي. اوهايو جوزايماشتي كونيتشيوا واتاشي اوناماي وجانا ديس اوجينتي ديسو كا. هنا انا قلت لهم اوهايو يعني صباح الخير، واتاشي اوناماي وجانا كونيتشيوا يعني اهلا بكم او مرحبا. وساعات بتنفع مساء الخير، يعني انا سمعت في كذا ترجمه مساء الخير. بس حاولوا لما تيجوا تتعلموا ياباني تتعلموا من موقع موثوق فيه، يعني مثلا مش من على جوجل. او انا اتعلمت بعض الكلمات من على جوجل. يعني احنا مثلا زي في اللغه العربيه عندنا في لغه عربيه ولغه العاميه في الياباني. انتوا حاولوا ان انتوا تتعلموا اللغه العاميه اللي هي في اليابان. طب انا سمعت ان انت بتغني اجنبي. بغني اغنيه دانس مونكي. طب اتفضلي. They say oh my god I see you flying a child. Take your hands my dear and bless them both and by. You know you stop the caper of some by. I know about to see you dance some more time. Who I see you every time. I know my eye, I like your style. You make me wanna cry. I know about to see you dance some more time. So they say dance for me, dance for me, dance for me. Whoa, 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 whoa. I never see I like think to be for. They say move
walking by. Take your hands, my dear, and walk me in my eyes. Just like a monkey, keep your dancing home on time. You're the bad sea, dangerous summertime. Who I see you every time. I know my I like your style. You make me wanna cry. I know about the sea, dangerous summertime. I would دي أغنية دانس مونكي. أنا بحبها جدا. انجليزي؟ هي أغنية إنجليزي. أغنية إنجليزي، بس أنا يعني هو ممكن في بعض الكلمات مبقاش عاملاها صح فيها، يعني أصلا مش حافظاها قوي، بس مثلا لو مدرس إنجليزي سمعها هيقول لي نصها غلط، بس أنا بحب أغنيها عشان بصراحة هي حلوة يعني. صوتك حلو. شكرا يا مس، شكرا. طب بابا وماما مخططين تبقي ايه، ولا انت اللي مخططه تكوني ايه؟ لا، بابا وماما ما بيدخلوش في احلامي، يعني انا عايزه اطلع حاجه يخلوني اطلع، مش عندهم مانع. ربنا يخليهم لك يا رب. طب انت عاوزه تطلعي ايه غير حلم ان انت عاوزه تروحي اليابان؟ انا عايزه اطلع دكتوره عشان اعالج كل الناس، وعايزه اطلع دكتوره، يعني عايزه اطلع دكتوره اطفال، لاني انا حاسه ان الاطفال مظلومين في الطب، لان مفيش حد مثلا متخصص طب. يلا. انا بحب الاطفال جدا، فانا عايزه افتح عياده يعني اعالجهم فيها، وكمان عايزه يعني ابقى متخصصه طب اطفال في كل حاجه، يعني اي مثلا مرض يجي لهم ابقى عارفه ان انا اعرف ان انا ايه، يعني ان انا اعرف ان انا اعالجه لهم. وكمان عايزه افتح ميتم للاطفال، ميتم كبير يضم كل الاطفال دار ايتام يضم كل الاطفال، لان انا بحب جدا الاطفال، بحب جدا اعتني بيهم. وكمان نفسي يعني ان انا اربي قطه، بس يعني هي ماما تربي قطه؟ بحب جدا. انا مع ماما على فكره. انا بحب جدا القطط، بس انا الفتره الاخيره دي بدات اخاف منهم، يعني بدات تجيلي فوبيا منهم، مش عارفه ليه يعني. طب بتحبي ايه تاني؟ بحب الكلاب الصغنطاطين، بيبقوا شكلهم حلو قوي برضو، وبحب يعني بحب برضو. طب انت دلوقتي اتكلمتي بالياباني ووريتينا رسوماتك وتأليفك، عندك هوايات تانية غير الغنى طبعا؟ هو انا كنت بعرف ألف، وكنت بعرف برضو يعني ان انا احكي قصص، ويعني الإلقاء. وبعرف ألقي، وبعرف اعزف على البيانو. تحبي تقولي للأطفال اللي من سنك ايه؟ اجروا، يعني خليكم مستمرين لحلمكم، ما تقطعوش عن حلمكم، دايما خليكم حلمين، يعني مثلا عشان انتوا بقيتوا في اولى اعدادي، لا مش شرط، لا خليكم اطفال زي ما انتوا اولى اعدادي، دول اطفال مش كبار، يعني انتوا مثلا لما توصلوا اولى اعدادي ما تعملوش نفسكم كبار وفاهمين كل حاجه لما توصلوا لاولى اعدادي، لا انتوا بالعكس لما توصلوا لاولى اعدادي هتحسوا ان انتوا عايزين تبقوا اطفال زي زمان، وعايزين ترجعوا اطفال زي زمان. يعني انا دلوقتي تجربه مني، انا عايزه ارجع طفله وانا صغيره، لاني انا مش عايزه اكبر اصلا. ليه؟ ايه اللي انت شايفاه وانت صغيره مش شايفاه وانت كبيره، او العكس؟ يعني انا وانا صغيره كنت يعني بعمل كل حاجه، ما كنتش كل حد يحاسبني على كل كلمه بقولها، لا دلوقتي بقيت انسه كبيره بتحاسب على كل كلمه بقولها، كل حركه بعملها. يعني مثلا واحنا اطفال ما كناش بيركزوا معانا في كل حاجه، او يعني مش كل حاجه، او مثلا المشاكل اللي احنا كنا بنعملها ما كانتش بتبقى كبيره، لا دلوقتي احنا بنتحاسب على المشاكل، بتبقى مشاكلنا كبيره، يعني لما نكبر كده تبقى مشاكل كبيره، فما حدش يتمنى ان هو يكبر فعلا. مين يا جنى اللي شجعك على المذاكره؟ يعني هو اول حد في حياتي شجعني على المذاكره ماما، بس بعد كده مس هند، يعني انا دي بصراحه دي بشكر لها شكر خاص كده اهو لمس هند، ان هي شجعتني على كل حاجه وشجعتني على المذاكره، وكانت واقفه جنبي. مس هند دي بالمناسبه كانت بتديني كل المواد، بنخلص مناهج على طول، بس هي عشان اتجوزت فبقت مش بتديني دلوقتي. بس انا دلوقتي قولي لها اهداء، يعني انا نفسي دلوقتي ان هي تديني زي الاول، يعني نفسي كده وانا بهديها، يعني بقول لها انت شكرا جدا على كل اللي عملتيه معايا يا مس هند، وانا بحبك جدا وهفضل احبك، حتى لو مش يعني بتصل بيكي كتير وانا بس مشغوله الايام دي في الدراسه، لكن انا بحبك جدا جدا جدا. وتاني شخص مستر عمرو شلبي. مستر عمرو شلبي ده بصراحه يعني حد كده هو، يعني هو بعد مس هند، يعني ماما اول واحده، بعد كده مس هند، بعد كده مستر عمرو. مستر عمرو ده بقى يعني هو بيدينا اللغه العربيه، بصراحه من اكتر الناس اللي شجعتني على المذاكره، وهو اللي خلاني اوصل لحلمي ان انا ابقى من الاوائل السنه دي، هو اللي شجعني وقال لي لازم تذاكري، قال لي انت مستواكي كويس في العربي، وشجعني وقال لي ان انت كويسه في النحو ولازم تكملي، ويعني بصراحه شجعني في حاجات كتير، فبشكره شكرا جزيلا جدا، ويا رب يبقى معايا على طول. ومين صديقتك المفضله؟
طبعا بقى صديقتي المفضله دي رفايده محمد مهران. صاحبتي ودايما بتقف جنبي وانا بحبها جدا جدا جدا. هي اللي ساعدتك في القصه؟ لا هي ساعدتني بس انا كملت، يعني هي ساعدتني في اول حته بس بعد هي ادتني افكار بس انا بعد كده كملت لان انا ما كنتش فاضيه، فبعد كده يعني انا كملت دلوقتي. بس انا بشكرها فعلا شكرا. لا لو هي بتتفرج على الفيديو ده هي عارفه قد ايه ان انا بحبها. انتوا مشتركين في ايه كاصدقاء؟ يعني بتحبوا هوايه واحده؟ واحنا افكاركم واحده؟ افكارنا واحده، هوايتنا واحده. بس انا يعني ممكن ابقى طفوليه شويه، هي عقله. هي العقله بتاعتك. هي نصك التاني. ايوه. طب ايه اللي هي ضافته ليكي وايه اللي انت ضفتي ليها؟ هي ضافت ليا ان انا ما كنتش بهتم بالحياه، يعني انا كنت سايبه كل حاجه كده اهو بركات وكده ماشيه وخلاص كده اهو. لا دلوقتي هي بقت يعني هي ساعدتني ان انا احدد هدفي، ساعدتني ان انا يعني ان انا اخد طريقي. بصراحه يعني هو في الاول احنا ما كنتش بنستفاد بس دلوقتي احنا بقت بنستفاد يعني بصراحه. وانا ضفت عليها ان هي بقت طفله زيي، يعني هي في الاول هي كانت عاقله قوي بزياده، يعني انا ما كنتش بحب العقوليه دي، فدلوقتي خليتها فرفوشه ويعني خليتها طفوليه زيي. تحبي تقولي لها ايه في رمضان؟ احب اقول لها كل سنه وانت طيبه، واحب اقول لها ان انا بحبها جدا جدا جدا، ومهما زعلتني او مهما زعلتها نفضل اصدقاء طول الابد. نختم. وفي الختام بقى اقول لكم شكرا يعني استماعكم للفيديو. طبعا بقى بشكر وطبعا بشكر جريدة نصر العروبة ان هي استضافتني في اللقاء ده جميل ده، وبشكر كل حد شجعني في كل حاجة، وبقول لجريدة نصر العروبة بمناسبة رمضان كل سنة وهم طيبين ورمضان كريم عليهم، ويعني مع السلامة.